أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذا الفيديو هذا هو مختصر، موضوع صغير مرتبط بالنفق القاري الذي يربط بين المغرب وإسبانيا، ويربط بصفة عامة بين القارة الإفريقية والقارة الأوروبية. هذا النفق هذا تحددت له واحد الميزانية اللي تم تقديرها ميزانية أولية ديال 15 مليار أورو. هذه جاء نتيجة البحث والتقرير عن صحيفة الأراتون الإسبانية، اللي كتشوف أن هذا المشروع هذا النفق القاري مزمع إنجازه بين المغرب وإسبانيا عبر نقطتي طنجة وطريفة يتطلب استثمارا ماليا ضخما قد يصل إلى 15 مليار أورو. وهذه الصحيفة هذه اللي هي لاراتون الإسبانية أوردت بأن إنجاز هذا النفق هذا في حال الشروع في أشغاله لن يكتمل قبل سنة 2040. يعني حددت له واحد المدة الزمنية، وكنظن أنها منطقية لأنه مشروع ضخم جدا يربط بين القارة الإفريقية والقارة الأوروبية. وثانيا أن الصعوبات اللي غيعرفها هذا النفق هذا، لأنه غادي يكون بواحد في بين مصب البحر في المحيط، يعني المسائل التقنية غادي تكون صعبة جدا. لهذا غادي يتطلب وقت ويتطلب إمكانيات كبيرة، ولكن مشروع مستقبلي اللي غادي يكون عنده فوائد كبيرة جدا على إسبانيا وعلى المغرب. وهذا ما يمكنش إلا أننا نتمنوا أنه يكون ويتحقق، لأن بصراحة احنا محتاجين لهاد المشاريع من هاد الضخامة وهاد الأهمية ديالها الاقتصادية والاجتماعية والتقارب بين الشعوب. إخواني، كان هذا هو موضوع هذا الفيديو هذا. نتمنى أن يتحقق هذا المشروع وأن يبدأ العمل به، وهو فائدة للأجيال القادمة. وإلى موضوع آخر، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.